مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعي اذاعه بوير اف ام على الموجه 103.5. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون انا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، وزملائي بالكنترول لافا وشيرين. ضيفي بالاستديو الدكتور احمد جويد، اختصاصي بامراض الغدد الصم والسكري. خلونا نرحب بضيفنا وبعدها ناخذ فاصل. يسعد مساك دكتور. يا لو مساك أسعد إن شاء الله، وأهلا وسهلا فيكم إن شاء شكرا الله. كثير لكم دكتور. فاصل صغير مستمعينا، نبلش بحلقتنا، خلوكم معنا. مرة تانية أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا على الموجة 103.5 على بوير اف ام. أيضا متابعينا يلي برات البلد عم تتابعونا عبر صفحتنا، صفحة الإذاعة بوير عربي. برنامجنا أسبوعي توعوي طبي بنستضيف فيها أطباء، بنحكي عن موضوع معين على اختصاص معين، ونتمنى أنكم تستفيدوا. بتمنى أن الكل يتابع، ولكل مين عم يتابعنا يشارك رابط الحلقة لحتى كل زملائكم واصدقائكم يستفيدوا من هالحلقه. مثل ما ذكرت انه ضيفي بالاستوديو الدكتور احمد جويد، اختصاصي بامراض الغدد الصم والسكري. موضوعنا راح يكون اليوم عن الغده الدرقيه، هل العضو المهم بجسم الانسان؟ يا ترى شو هو هذا العضو؟ شو وظيفته؟ شو الافات او الامراض اللي الاشيع اللي عم نسمع عنها؟ راح يحكي لنا اياها الدكتور احمد. حتى إذا أي حد عنده سؤال فيكم تنضموا لنا عبر الرقم الأرضي 429 101، عبر الواتساب 093 82 80 81 4، وحتى عبر البث المباشر فيكم عبر أي سؤال تكتبوا السؤال اللي بيخطر على بالكم بمجال الغدد الصم والسكري. رح نجيب على السؤال بآخر الحلقة. رح نبدأ حلقتنا دكتور الغدة الدرقية، هذا العضو اللي عم يظهر على الشاشة أمامنا، لحتى نعرف المستمعين والمشاهدين على العضو. أهلا وسهلا فيكم، ونتمنى البرنامج تبعكم النجاح، وإن شاء الله تزيدوا من هيك برامج، لأن بالفعل شعبنا يعني شوي طبيا نص مثقف مثل ما قالوا، نص مثقف، وهي مصيبة كمان. نبدأ هلا ماشي بالغدة الدرقية. هي الغدة الدرقية بجسم الإنسان مجموعة غدد وليس وحدة يعني. بس بينما لما احنا نقول احنا غدة على الإنسان، أو بمفهوم الشارع لما نقول والله إنسان معه غدة، معناتها بيقصد فيها الغدة الدرقية، مع العلم أنه هي أحد الغدد الدرقية المهمة بالطبع بجسم الإنسان. طبعا الغدة الدرقية أسفل الرقبة مثل ما شايفين بالصورة، أسفل الرقبة إلى أمام وأسفل الرقبة، يعني بين الفقرة الخامسة الرقبية والفقرة الصدرية الأولى. شكلها بشكل الفراشة، نطلع عليها بشكل الفراشة، في جناح يمين وفي جناح يسار، وبين هالجناحين في قطعة نسميها نحن البرزخ. الجناح اليسار بنسميه نحن الفص الأيمن، والجناح الأيسر الفص الأيسر، وما بينهما هذا البرزخ. هي أكبر غدة درقية موجودة في جسم الإنسان. تأثيرها على جسم الإنسان ما في خلية بجسم الإنسان إلا بتتأثر بالغدة الدرقية. ولكن اللي بتحكم بهالغدة الدرقية هي في غدة اسمها غدة النخامية أو الغدة المهادية أو الوطائية. هدول الغدة هدول موجودين أسفل الجمجمة. هي الماسترو تبع كل الغدد، مو مثل الغدة الدرقية بس لوحدها، هي بتحكم بكل الغدد اللي بالدماغ، ومن بيناتهم بتحكم بوظيفة الغدة الدرقية اللي موجودة بالرقبة، وبتحدد وظيفة الغدة الكظرية، وبتحدد لهم حتى الأعضاء التناسلية أو الغدد التناسلية بتتحكم فيها مين؟ الغدة النخامية. هي عبارة عن الغدة النخامية قد حبة الحمص، موجودة بأسفل ومنتصف الجمجمة. بينما الغدة الدرقية هي أكثر شيء وظيفتها استقلابية. أيوة. استقلابية بتأثر على الجسم الإنسان بوضع الاستقلاب. بتفرز هرمونات، هي خاصة هرمونات تي 3 وتي 4، هدول اللي بيأثروا على جسم الإنسان. وفي هرمونات زيادة بتؤدي إلى زيادة وظيفة الغدة الدرقية، ونقصها بيؤدي إلى نقص وظيفة الغدة الدرقية. بينما نقول إحنا أمراض الغدة الدرقية، إنه أمراض الغدة الدرقية ليس إنه فقط والله إنه في ارتفاع بإفرازها أو نقص بإفرازها، لا، كمان في أمراض التهابية لها. تمام. كمان أمراض تضخم الغدة الدرقية مع غدة درقية سوية، مع إفراز غدة درقية سوية. يعني صحيح أنه عنده غدة درقية كبيرة وفيها عقد أو فيها شيء، وإلا أن وظيفتها هي طبيعية.
تماما. طبيعي، يعني انه قدر الامكان الغده الدرقيه تحاول تحافظ على الاستقلاب جسم الانسان. هاي وظيفتها الأساسية كهي. مثل ما أرجع أقول لك أنه التحكم فيها بيكون منين؟ من الغدة النخامية اللي بالرأس. زيادة وظيفة الغدة الدرقية أو زيادة الهرمونات الغدة الدرقية بجسم الإنسان تؤدي إلى مشاكل كثيرة. تماما. ونقصها نفس الشيء يؤدي إلى مشاكل كثيرة كبيرة. الزيادة تؤدي إلى تسرع كل شيء في جسم الإنسان. يعني زيادة الهرمونات الغدة الدرقية تؤدي إلى خفقان قلب، إلى رجفان الأيدي، إلى شهية زائدة، يأكل الإنسان مثل ما يقول بأكل الذئب، ولكن ومع ذلك ينحف. تماما. ما يزيد وزنه، ينحف، يعني ياكل كثير ووزنه ينقص. يصير معه اسهالات بسبب زياده كمان حركه الامعاء، فيؤدي الى اسهالات ويؤدي الى اضطرابات جنسيه، ان كان عند الرجل، ان كان عند المراه، ان كان عند المرأة في اضطراب الغدة، في اضطراب الدورة الشهرية عندها. وأما عند الرجل كمان يؤدي إلى العنانة أو الضعف الجنسي، يؤدي إلى إفراز نشاط الغدة الدرقية. الغدة الدرقية تعمل رجفان بالإيدين، يعني الغدة في زيادة وظيفة الغدة الدرقية الإنسان على طول يشعر بالحرارة. يعني مهما يعني بأيام الشتاء يقول افتحوا الباب وافتحوا الشباك. هلا إذا رحنا على نقص الوظيفة الدرقية يكون العكس، يعني هذا هيك، يعني هي بعض الأعراض يكون عكس، يصير كل شيء عنده بطيء، ما يأكل وزنه يزيد. تماما. شهية ما عنده، قبض في عنده، خمول وتعب ونعس دائمين عنده. يعني بتموز وآب يقول غطيني بردان. تمام. هاي أهم الأعراض تبع الغدة الدرقية اللي مبدأ عاما. بس ولكن أنا قلت لك أنه في تضخم الغدة الدرقية كمان موجود، تضخم الغدة الدرقية، تضخم إن كان بعقد إن كان بلا عقد. يعني تشكل كثير، تشكل عقد إن كان مفصل أيمن إن كان مفصل أيسر. هاي كمان تضخم. ثانيا في التهابات الغدة الدرقية، إن كان التهاب فيروسي إن كان التهاب جرثومي. هذا كمان أحد الأسباب اللي تؤدي إلى التهابات الغدة الدرقية هي الفيروسات والجراثيم، كتقيح الغدة الدرقية أو التهاب فيروسي داء ريدل أو داء في أمراض كثير تصيب الغدة الدرقية، إن كان أسبابها إن كان جرثومية إن كان فيروسي. هاي أهم شيء هذا بالغدة الدرقية. هذا حقيقة معلومات قيمة جدا. حابب لكل مستمعينا يلي هلا عم يسمعونا، اللي أي حدا عنده أي سؤال بما يخص مجال الغدد الصم والسكري، وموضوعنا اليوم بخص موضوع الغدة الدرقية. الدكتور أحمد جويد عم يحكي لنا حكى لنا عن وظيفتها الغدة، هي شو هي آفاتها، سواء كانت قصور أو فرط نشاط أو التهابات. الأعراض حكى لنا إياها عنا. إذا أي حدا عنده سؤال فيكم تنضموا عبر الرقم الأرضي 429-101. مستمعينا أو متابعينا يلي برات البلد عبر البث المباشر بوير عربي، فيكم تكتبوا أي سؤال بما يخص أمراض الغدد الصم والسكري بوير عربي. أي سؤال رح نجاوب عليه بآخر الحلقة. معلومات قيمة وجدا رائعة. دكتور، اختصرت كثير من الأسئلة اللي كنت رح أسألها، طبعا أكيد معلومات جدا رائعة. الأسباب اللي تؤدي، خلينا نحكي دكتور على كل وظيفة أو كل آفة أو كل مرض لحال، أسباب اللي تؤدي لفرط نشاط غدة أو قصور عكس تمام. الأسباب اللي تؤدي لفرط نشاط الغدة يعني هو سبب أغلب الحين يكون مناعي ذاتي، يعني من جسم الإنسان. إذا كان الشن الجرثومي أو الفيروسي. الأمراض المناعية عادة تجي مع بعضها، مثلا البهاق، أمراض الغدة الدرقية، السكري النمط الأول المعتمد على الأنسولين، الأمراض المفاصل. هي كلها أمراض نحن نسميها أمراض مناعية ذاتية تنشأ من جسم الإنسان. بسبب ضعف المناعة تؤدي إلى الأمراض إلى فرط نشاط غدة درقية أو حتى قصور غدة درقية. هي إذا شلنا الالتهابات الجرثومية والفيروسية. أغلب الأسباب الغدة الدرقية هي أمراض مناعية ذاتية. وشيء مهم جدا هلا هيك أنه كمية اليود، الغدة الدرقية مختصة في اليود. أي مختصة في اليود، فكل المناطق الجبلية كمان هي شيء اسمه أغلبيتها تعاني من نقص اليود. ولما تعاني من نقص اليود يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية، أو مسمينها نحن السلع الدرقية أو الجدر الدرقية، مع وظيفة درقية طبيعية. تضخم الغدة الدرقية
لتضخم عام يعني بوظيفة طبيعية. هاي نتيجة أسباب نقص اليود. فجسم الإنسان العادي الطفل يحتاج تقريبا من اليود لحوالي 120 ملي جرام. الإنسان البالغ يحتاج إلى 150، بينما الإنسان الحامل تحتاج حوالي 200 ملي جرام. فنقص اليود عند العالم فش اسمه يؤدي الى شو اسمه اضطراب الغده الدرقيه. وباستخدام الادويه، بعض الادويه اللي تحوي على كمان على الاميودوران كمان تؤدي الى اضطراب وظيفه الغده الدرقيه. بس اريد ذكرتني بشغله انت شلون اليود في ملح عم يبيعون ملح ميودا. نعم. بس وللاسف يعني طريقه حفظه عنا صايره خطا. يعني عم يحطوه بكياس نايلو. ايوه. الكاس اليانوي عم تضربها الشمس، الماده اليود ايوه الشفاف عم يطير منها. او لما نحن عم ناخذ الملح الميودن هذا عم نحطه بمطربان او باي صحن او بشيء كمان عم نعرضه، فاليود راحت قيمته يعني من هون. مع انه هي نسبه ضئيله جدا، هي بتكفي جسم الانسان. وجسم الانسان بيخزن اليود كمان شلون شو اسمه يكون هو الاساس في صنع الهرمونات الغده الدرقيه. فننصح هون كمان انه اذا في عندكم ملح ميودن تحطوه بكيس ورق او شيء مغطى بشيء ما تضربه الشمس، حتى اذا ضربته الشمس ما يأثر فيه. هاي احد هيك زي على بالي هلا هيك والله. جدا رائع المعلومات. في اشياء كثيره كمان يعني بالغده الدرقيه. الغده الدرقيه ما تخوف كالانسان العادي يعني. كثير تجينا خاصه ماشي ارجع شوي لورا. الامراض الغده الدرقيه اغلبيتها تصيب النسوان. تماما. فرط نشاط الغده الدرقيه من نساء الى رجل. ايوه كنسبه يعني. كنسبه. بينما قصور الدرق، نقص وظيفه الغده الدرقيه 1 ل10 تقريبا للرجال. لا 9 نساء 1 رجل. تماما. ايه فاغلبيه تصاب النساء بهالامراض. سبحان الله يعني لهم حصه كبيره. حصه تقريبا هم كلها. وفي كمان الغده الدرقيه بالنسبه كمان بدنا ننتبه عند الاطفال. هاي ما جبنا بحث ما حكينا عنها. هي اهم سبب هذا نحن التوعية عند الأطفال إنه لازم نعمل لهم فحص غدة درقية، وخاصة بعد الولادة مباشرة. وخاصة إذا كانت الأم تستخدم هرمونات الغدة الدرقية، إن كان بزيادة إن كان بنقص. يفضل إنه إجراء تحليل الغدة الدرقية بعد الولادة شو نتأكد إنه المولود ما فيه شيء. دكتور ذكرتوا موضوع الملح الميودن، يا ترى في مصادر أخرى لليود؟ بالطبع في مصادر. في مثلا الاسماك البحريه كلها وليس النهريه. ايوه الاسماك البحريه في شو اسمه الاعشاب البحريه كمان هيك اغلبيتها كلها هي ايش اسمه. معناته اللي ساكنين على البحر بياخذوا يود اكثر من اللي برات بعيدين عن البحر. هن اقل فرصه يعني عرض. لا في اقل، بس المشكله عندنا نحن ثقافه اكل السمك غير موجوده تماما. يعني هلا الاوروبيين ولا غيره بيعتمدوا الا في يوم لازم يكون من اكلهم السمك بالاسبوع. هاي كمان من احد النصائح كمان. يعني طبعا احنا هون كله سمك كله نهري يعني للاسف. البحر بعيد عنا، بس اجباري نضطر الى استخدام تماما اللي يحمي يودنا. دكتور، مريض راجعكم بالعياده وعم يشك بموضوع الغده الدرقيه او محول من طبيب اخر لعندكم كاخصائي امراض غده السم والسكري بالعياده. يا دكتور، شو هي الاجراءات التشخيصيه عندكم؟ يا ترى بالفحص السريري، بالجس، بالايكو، بالتحاليل، كيف بيتم الكشف سواء كان فرط او قصور؟ ماشي. اول شيء الاهم شيء بالاعراض او المريض او بيشكي من اعراض او بالاحرى او تيجي المريضه هي فقط كلها جايه اتاكد انه في عندي غده درقيه لا او بحس انه عندي غده درقيه لا. الاهم شيء هو شو اسمه التحليل. في 3 تحاليل هنا، بس نحن نعتمد على تحليلين مهمين جدا جدا. هو بدات انا بالغده النخاميه. الغده النخاميه تفرز هرمون اسمه TSH. هذا الهرمون هو بيتحكم بوظيفه الغده الدرقيه. فلما الغده الدرقيه ما تشتغل TSH بيزداد. تمام. بيكون عالي. ولما تشتغل الغده الدرقيه زياده TSH بيكون نازل تماما. فاول معيار لتحليل او لتاكد من وظيفه الغده الدرقيه هو تحليل هرمون اسمه TSH. هذا الهرمون مو من الغده الدرقيه، هذا من الغده النخاميه تماما. ارتفاعه يؤدي يعني انه نقص وظيفه، وهبوطه الى زياده وظيفه الغده الدرقيه، يعني عكس
عكس الهرمون الغده الدرقيه. الهرمون الثاني اللي بيجي اللي هو الاف تي 4 او التي 4 الحر التيروكسين، هذا ارتفاعه يعني ارتفاع وظيفه الغده، زياده وظيفه الغده الدرقيه، وهبوطه نقص وظيفه الغده الدرقيه. فلذلك نحن بنطلب اغلب الاحيان هالهرمونين مع بعضهم، خاصه اذا كان المريض اول مره، لحتى تبدوا بالامر، حتى نبد بالامر. اذا كانوا متعاكسين بيكون بالفعل مشخص، يعني تشخيص سليم مثل ما اقول مخبريا توجهنا بالجهه الصحيحه. صحيح في شذوذات لهالتحليلين، مثلا اذا كان في غده درقيه ما سببها كان منشأها مثلا الغده النخاميه، معناتها الاثنين بيكونوا بالذات تي اس اتش مرتفعين والاف تي 4 بيكونوا مرتفعين تماما. والا في حاله اما كمرض غده درقيه لازم يكونوا متعاكسين، ارتفاع مع هبوط، ارتفاع تي اس اتش وهبوط شو اسمه الاف تي 4 معناتها قصور نقص وظيفه، او العكس هبوط تي اس اتش مع ارتفاع اف تي 4 معناتها يكون هذا فرط نشاط غده درقيه. هذا اول تحاليل. ثاني شيء بامكانه اهم شيء كمان الايكو بنطلع بالايكو بنشوف حجم وشكل الغده الدرقيه، حجمها كان كبير أو صغير، شلون طبيعة النسيج الغدة الدرقية بالإيكو، متجانس أم غير متجانس، في عقد ولا ما في عقد، تكلسات في العقد، نوعية العقد وكم عدد العقد وحجم العقد، هذا بالإيكو هذا، ولا صار بكل شو اسمه متوفر بكل التحاليل هاي متوفرة بالقامشي وبشكل جيد كمان، يعني تحاليل المخابرنا عنها الحمد لله كويسة يعني هالشيء هذا. بعدين في شيء تصوير اسمه تصوير رمضاني، هذا عنهم بالجزيرة كلها ما في. هذا للتأكيد انه موجود، انه فيها العقد احد العقد ان كانت حارة ولا باردة، هاي شان حنا موجود هذا. بس انه هالاثنين هذول التحاليل مع الايكو مع الاعراض او شيء هو انه بيحطوا التشخيص. دكتور ذكرتوا الحارة والباردة، يا ريت لمستمعينا شو هي العقدة الحارة؟ مثلا اذا كان في عقد حارة معناتها هي تفرز هرمون، هي العقدة هي بحد ذاتها تفرز هرمون، فهذا يسمى عقدة حارة. اما اذا كانت باردة معناتها لا تفرز، اما يعني شكلها عادي. بالنسبه للايكو كمان في شغله على الحاره والبارده، اللي نطلع العقد كثير، هي لاغلبيه الاحيان يكون في عقد، يعني عقد هل هي كيسيه غرائيه يعني، اما عقد هي نسيجيه كمان، هذا بالايكو بيبين معنا بكل تفاصيل، بكل حجم العقد وشكل العقد وتشكلات، يعني نوعية العقد ومحيطها، يعني هل هو شو اسمه أملس ولا متعرج ولا في تكلس ولا ما في تكلس، يعني الإيكو بيعطينا تفاصيل كثير كويسة عن الشيء هذا. تماما. دكتور، بعد هالتشخيص هذا أكيد الطبيب يلجأ لوصف دواء علاجي للمريض، سواء كانت المريضة مثل ما ذكرت هن المرضى النساء هن الأكثر عدد. إمتى تلجأوا للعلاج الدوائي، وإمتى الطبيب يلجأ لأنه هاي الحالة هاي تستدعي العمل الجراحي؟ العلاج الدوائي أول شيء قبل العمل الجراحي لابد أن يكون المريض في حالة سواء درقي، يعني وظيفة الغدة الدرقية تبعه أو تحاليل الغدة الدرقية تبعه سليم، طبيعية. أما في زيادة أو نقص ممنوع العمل الجراحي. لازم إجباري يكون في سواء درقي نحن، وبنسمى بعد العمل الجراحي. كل أغلبية الحالات كلها دوائية وأدوية متوفرة، مثلا في حالة قصور الدرق وفي عنا التراكسين دواء التي 4 نسميه، هذا موجود، هذا وعلاج سهل جدا. وبينما في حال فرط نشاط الغدة الدرقية في عنا الميتيمازول، تركيب الميتيمازول أو بروبيل تيورسيل كمان موجودين في الأسواق وبأسعار أول كانت أرخص من هلا بالطبع صحيح، بس هلا يمكن حوالي 8 أو 9,000 للتيروكسين شوي. والميتيمازول كمان او شو اسمه كمان يعني اسعاره شوي اغلى من اول. اما العمل الجراحي هذا نحن بنقرره بس لما نشوف اذا كان في احدى الحالات التاليه، مثلا كان ضخامه غده درقيه كثير ضاغطة أو بسموها كثير كبيرة وضاغطة على الأعضاء الرقبة. هذا عمل جراحي لابد منه. أو في حالات كثير كان ما يأخذ المريض عم يأخذ جرعات عالية كثيرة من الميتيمازول. فنعطي كمان شو اسمه نبعته على العمل الجراحي. الشك بخباثة، إذا كان في عندنا شك بخباثة مثلا إنه والله عقدة درقية بالمحل الفلاني شكلها فيها تكلسات ما هي ملسة فيها يعني شك،
هاي افضل نبعت على شو اسمه على العمل الجراحي. كمان رغبة المريض احيانا كثير انه بده يتخلص، ما عندي كذا عقدة بدي اتخلص منها، كمان هي المنظر ربما شوي مزعج. مزعجة، وخاصة اذا كانوا نساء واذا وحدة كانت غير متجوزة قال لك بدي اتخلص من هالشيء هذا. دكتور، المخاطر على العملية هاي احيانا نسمع انه مثلا الطبيب ما بيلجأ للعمل الجراحي او بيستبعد او بيعمل احتياطاته باعتبار في منطقة حساسة اللي هي الحبال الصوتية. الموضوع هذا هيك يا ريت تحكوا لنا عنه شوي قبل ما ننتقل لعمل الجراحي، في علاج ثالث الثاني شو اسمه لفرط نشاط الغدة الدرقية، هو اليود المشع. ايوه، شو هذا اليود المشع في حاله اذا كان في فرط نشاط غده درقيه. نعالج نحن عاده فرط نشاط الغده الدرقيه لسنه ونص الى سنتين. اذا استجاب المريض، الجسم استجاب للعلاج وانتهى نهائيا، هذاك عاد شيء طبيعي. اما اذا ما استجاب ذاك الوقت نضطر الى عمل جراحي او يود مشع. بس في حالات كثيرين انه على اليود المشع هو عاده يجي بشكل حبه او بشكل سائل. نعم. يعني مثل القهوة المرة. بيشرب المريض، بيحبسوه 2-3 أيام في المشفى شون ما يصير معه اتصال مع الأولاد الصغار، لأن اليود مهما يكون وغير خطر وغير أي شيء أبدا. تمام. هاي في حالة إذا كان في فرط نشاط غدة درقية. أما في قصور الدرق أغلب 90%، هذا أكثر من 90%، هذا دائم. تماما. هذا مدى الحياة. هذا كل يوم صباحا على الريق بده ياخذ الجرعه تبعه، ان كانت حبه ولا نص حبه ولا حبه ونص او حبتين، بده ياخذها قبل الفطور من ربع ساعه الى ساعه، بياخذها بالتم. وكل 6 شهور، بالبدايه كل شهرين، بعدين كل 6 شهور يبين على الدكتور، بيعمل تحاليل بيشوف هذول الغده شلون صاير. هذا بالنسبه للجراحه. قلت لك اذا كان في اي استطباب لا عمل الجراحي، العمل الجراحي سهل جدا، عملية ما هي صعبة أبدا. والجراحين الحمد لله عنا جراحين على مستوى كبير في هالشيء هذا خاصة. بس ولكن في شيء نحن هون عنا بالخوف المريض أو جهل المريض، ليس خوف، جهل المريض من الغدة الدرقية. بيفتكر إنه الغدة الدرقية هي عبارة عن سرطان. لا، الغدة الدرقية ما هي سرطان، هي مرض طبيعي عادي. والعمل الجراحي له كثير كويس. ويفضل قبل العمل الجراحي إذا كان في عقد، يفضل إنه نعمل خزعة. الخزعة هاي ايش يعني فائدتها؟ انه بتعطي للجراح شو بده يشتغل، وايش قد بده يشيل من وايش قد بده يشيل من الغده الدرقيه. بده يشيل فص واحد الا فصين، الا بده يشيل الكل، يترك 3-4 جرامات. يعني هي وزن الغده الدرقيه من 25 ل 50 جرام. تماما. يعني بده يترك شيء 3-4 جرامات، يشيل الباقي. يعني هي بتوجه الدكتور الجراح على الشغل بده يشتغله. لا سمح الله اذا كان شيء مو كويس، بده يشيل الغده الدرقيه كلياتها نهائيا. ومن بعد العمل الجراحي تروح تاخذ يود مشع، تاخذ مرتين مع مسح الجسم كامل قبل اخذ جرعه اليود. المخاطره في مخاطر، ان كانت عنا وان كانت باوروبا، ان كانت بامريكا، الخطر واحد. يعني الجراح هو يعني، والخطأ يعني ممكن، ما أقول لك ممكن بنسبة معين، يعني في سبب معين، في تشوه خلقي عند الإنسان، إنه والله في شيء، والله ضرب العصب الصوتي. هذا بيصير عنده بحة صوتية، بيفقد صوته. هذا شو في إذا كان من جهة واحدة بيكون فقد صوت مؤقت أو شيء بسيط، بعدين بيرجع شوي بيرجع. طيب بس هذا أكثر هذا أكثر الأخطار الموجودة في عنا، قليلة جدا يعني. يعني أنا صار لي 22-23 سنة يمكن ما مر علي مريضين يمكن. نعم. بس ولكن موجود. نعم. موجود يعني. هذا لذلك هون شوف ايش قد صار عاملين عملية جراحية هون. يعني من 1000 يمكن ما صار 1 أو 2. ما صدق. مع ذلك بيجي المريض بيقول لا ما بدي أعملها، خايف على صوتي، خايف. طيب ماشي، خايف على صوته، ما خايف من غير شيء ثاني. تماما. هذا هو السؤال. كل ما كان بداية بالغدة الدرقية علاج، كل ما كان بداية، كل ما كان سهل على المريض. تماما. أكيد. رح نوصل لزبدة اللقاء، وقبل ما نتطرق لموضوع الأسئلة اللي كاتبين إياهم المشاهدين. طبعا دكتور،
يعني عادة بأي مقابلة أو أي حلقة بنختم لقائنا بموضوع نصائح، اللي ضمن بعض النصائح اللي ذكرتهم إنه المريض ما يخاف من موضوع أخذ الخزعة، موضوع أخذ الدواء، حالة الخوف اللي إنه أنا رح ضل أخذ هالدواء هذا بطول مدى الحياة. يعني في كتير أمور حابب تحكي لنا إياهم للمستمعين للمستمعات للمشاهدين متابعي برنامجنا، نصائح لمرضى الغدد الصم والسكري بشكل عام يعني. نصائح كعام بما يخص الغدة الدرقية. الغدة الدرقية ليس سرطان. نعم. الغدة الدرقية سعرة بسعر العين، بسعر اللسان، بسعر الأذن، بسعر بأي كعضو شغال. تمام. إيه. والأسف إنه أغلبية العالم موجود بيننا اللي شعبنا هون إنه يفتكر إنه الغدة الدرقية هي خلاص إنه واحد قال له أنت غدك درقية معناتها أنت عندك سرطان. لا، مو سرطان هذا. الغدة الدرقية ماشي تحافظ على أكلك، تحافظ على نظام حياتك، كل شيء بيكون طبيعي إن شاء الله. هاي أهم شيء خص الغدة الدرقية. أما شيء ثاني بالغدد الصم الثانية إذا بدك شيء أنا جاهز عليها. تماما تماما. دكتور، رح نتوجه هلا على أسئلة المتابعين. الأخ عصام سأل بداية كان هو ما هو الفرق بين الغدة الدرقية والغدة النخامية؟ طبعا دكتور شرحها، وبسؤال آخر رح ندمج سؤالين بسؤال واحد لنجاوب على أسئلته. ما هي العلاقة بين الغدة الدرقية والغدد الليمفاوية أو الغدة الليمفاوية؟ هي دكتور أكيد رح يشرح لك إياها أخ عصام. الغدد إجمالا هي 3 أنواع من الغدد. في غدة صماء، في غدة غير الصماء، وفي غدة مشتركة. الغدة غير الصماء أو الخارجي هي اللي تفرز إفرازاتها خارج الجسم، مثل الغدة العرقية. هي مش اسمه الغدد العرقية، هي مو غدة صماء، هي عادي نشطة. في غدة تفرز بالدم. الغدة الصماء هي اللي تفرز إفرازاتها مباشرة في الدم، بقناة مباشرة للدم، هي يسموها صماء. وفي غدد مشتركة اللي تفرز برا وبتفرز جوا ضد الدم، مثل البنكرياس. تمام. اللي بيفرز الانسولين مباشرة في الدم، وبينما الافرازات الثانية الاميلاز والثانية بيفرزوا كلها عن طريق الاثني عشرية بيروح له. فالغدد الليمفاوية ليست غدد، هي عبارة عن عقد ليمفاوية. العقد الليمفاوية وكثير بيجينا والله انه عندي غدة درقية تحت الفك هون يا دكتور، هي عندي غدة او عندي غدة هون تحت الفك كبيرة. هي مو غدة، هي عقد سلسلة الغدد، العقد الرقابية. هي بتظهر ايمتى تظهر في حالة اي التهاب، ان كان بالاسنان، ان كان بالبلعوم، ان كان بالاذن، ان كان بالرقبة، او حتى جرح بالايدين تكبر هالغدد. بس يروح الالتهاب من المنطقة هذه هدول يختفوا كمان. يعني وظيفة العقد الليمفاوية هي وظيفة دفاعية عن جسم الإنسان. عن جسم الإنسان، وليس هي ما غدد، هن عقد. تماما. الأخ تجين أيضا طلبك هو كان استضافة طبيب جراحة عصبية. إن شاء الله الأسبوع القادم رح نحاول نستضيف طبيب جراحة عصبية. بهيك رح نختم لقائنا الممتع والجميل مع الدكتور الأخصائي بأمراض الغدد الصم والسكري دكتور أحمد جويد. شكرا لهاللقاء الجميل. يا أهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا لكم متابعينا ومستمعينا على حسن المتابعة. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة للأسبوع القادم.